طب بعد اذنك كده اخويا، بعد اذنك بس، بعد اذنك بعد اذنك اختي، بصي يا اختي، هم شباب مصر كده، بعد اذنك بس كده عشان عايزه اهزق دين امه. بص اروح امك منك له عشان تبقى فاهم كده، عشان نبقى على نور. ها، اي قزه تاخدها تفرقعها ما تجيبهاليش. انا راجل اسرائيلي بس مؤاخذه ما بحبش قله الادب. مش شبه خير يا انكل افخاي، انا بقول لك اهو عشان نبقى واضحين. اي قزه تعمل علاقه معاها وترميها ما تعديهاش عليا. مش فاهم انا ايه علاقتي انا بموضوع، يعني ايه تحط في فيلم ساعتين تقنع بيه ملايين في مصر ان الجيش الاسرائيلي كان كل اللي شاغل باله انه يشغل سحر في الدعارة. يعني ايه تعمل افلام كلها بتتكلم عن انا كان كل طموحي اخد نادية الجندي اشغلها في الدعارة؟ انت بوظت منظري ولازم تصلحه، ماليش دعوة. ايوه مش حضرتك بتعمل كده فعلا والله. حوش يلا، حوش يلا من 2011 كل يوم اخبار اغتصاب يلا. ده انتوا ما صدقتوا يا دوب فجرتوا مين، طيرتوا الشرطة من البلد عشان خاطر تقلبوها مراجيح. مين ده اللي عايز يقلبها مراجيح، احنا ولا انتوا؟ ده اجيب لك مارك يقول وده مارك، تعالى مارك. ايه انكل قولي كده، طلع لي لستة، انا عايز لستة بعدد الشباب اللي بتتفرج على السكس في مصر. بلاش احراج بقى يا انكل افخاي. الرجاله معاها فلوس واغنياء وعندهم فلل وبيوت وعمارات، واكشف على حالتهم الماديه وادور على اجهزه وخبرات على حالتهم الماديه، الاقي عندهم بيوت واراضي وعمارات، وبيجي جاي يتفرج على فيلم سكس مش عايز يتجوز. اتفضل ها اهو يلا وريني، قولي بقى ردك ايه. دي الحكومه المصريه اللي كانت بتحاربنا في 73؟ هم دول رجالة مصر؟ بقى ممكن تعبوا، حالتهم بقت صعبة، كرب برضو. مش فاهم انا عايز اعرف، هو ده اللي بيدور عليه الشباب في مصر؟ غلطتوني انت وانت كمان. تعالي لي ايه كل كم الاخبار دي؟ ايه كل الاخبار دي؟ مال انا ومال واحدة طلقت من جوزها ولا جوزها بيضربها؟ ده مفيد بالنسبة لي انا في ايه؟ كل دي اخبار لرجالة بتضرب حريمها ومش عاجبهم اذى الصهاينة الفلسطينيين. حاجة غريبة اوي. ايه كل ده؟ ضربها بايه بتقول؟ ولا هيتكسر لها دراعها. لا اله الا الله. والتاني شوه لها وشها، لا حول ولا قوة الا بالله. والتالت ابدا خليها تنط من البلكونة او رماها من البلكونة. لا احنا كده كفاية. انا تعبت، مش ناقص والله ما ناقص. كمل يا ابني بقية الاخبار التانية بتقول ايه عن مصر؟ في عدد كبير جدا من الشباب بيقول ان هو بيعملوا علاقات مع البنات ويسيبوها حضرتك. هو مش عاجبهم اسرائيل. لا ونعم الحكومة ونعم المصريين. سقفة يا ابني. طب قولي كده احنا هنخش مصر نعمل ايه؟ هم عملوا كل حاجة خلاص. لو احنا اللي بنعمل كده هم خلاص كده قفلوا التارجت، ممتازين يعني. غيره يا ابني. في يعني شوية بنات كده تعرضت لحاجة مش لطيفة. ايه اغتصاب. مش الاغتصاب ده احنا برضو اللي كنا بنعمله بس. طب ايه مصريين اتطوروا وفجأة بقوا ما هو حضرتك من كتر الفرجة على الافلام الامريكاني اما حد اداهم تنويه ان الافلام الامريكاني دي تمثيل، بيدفعوا كتير قوي ممكن افخار عشان يتفرجوا عليه. محدش فيهم فكر هي الافلام دي بتمثل ازاي اساسا. لا. طب حد شغل باله ان ممكن يكونوا دولت مصريين او عرب؟ لا يمكن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هم دول مصر يا ابني؟ يعني هو نصة الاخبار بتاعت مصر اما اخبار اعتداء ازواج على زوجاتهم او مشاكل في محكمة الاسرة، الناس رامية اهاليها بره بيوتها. طب انا عايزه اعرف، انا الراجل اللي بيرمي هيبقى مراته ولحمه في الشارع دوت، انا كده اروح اعمل ايه؟ انا كده اروح اصلح، مش هروح اتخانق.
وبالنسبة للأخت يعني اغتصبوها، وبعدين هو 90% من بنات مصر بيجرى لها كده حضرتك، أو جرى لها كده، وبعدين مصر عملت ايه؟ قررت تشغلهم في الدعارة. يا فرحتي بيكو، يا فرحتي بيكو، أتحفتوني بجد، أنا مش عارفة أرد أقول ايه. 90% مفيش ولا واحد فيهم قالك حرام غصب عنها، جايز مش غصبها صدفة. لا حضرتك، اللي بتزني في مصر كل مصر بتقف ضدها وبتقول عليها كلام قذر، حتى لو هي مش صح، حتى لو هي غلطانة. واللي بتغتصب شرع. بص حضرتك، هم المصريين شايفين البنات شمال على طول الخط مهما عملوا، حتى لو لابسه نقاب قادرين ان هم يحولوها لمومس في اي لحظه. لو ما تيجي بعد اللي حصل على سعاد حسني، طب سوزان تميم، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. يعني هي الأخبار كلها عبارة عن عنف ضد المرأة، أو أذى للمرأة، أو خناقة أهل مع بعضيهم، أو اعتداء جنسي على الحريم برضو. لا حضرتك، الموضوع اتطور، ده بقى فيه اعتداء على الرضع والأطفال والكبار. يا ابني ناولني صاروخ، يا ابني ناولني صاروخ، يا ابني احدفه على البلد بنت الكلب دي ونخلص. ناولني بقى من 73 سكت لهم، دي فرصتي. اهدى يا انكل افخاي، صدام عملها، كلم العراق هي اللي تقوم بالواجب ده، عملوها قبل كده مع الكويت. مش عارف الشيعة رايهم ايه دلوقتي في الموضوع ده. مش فاضيين الشيعة دلوقتي. يعني انت رأي حضرتك الحل ايه يا انكل افخاي؟ انا رأيي ان حضرتك انت وهو مالكوش دعوه بمصر خالص، انتوا سيبوا الشعب لبعضه، منه لبعضه، لحكومته، وهم يخلصوا على بعض. ونبقى نخش احنا براحتنا، سيبهم براحتهم. انا عايزك تسيبهم على الهادي، ولا تاخد اي رياكشنات. بس يعني بالنسبه للبنات اللي بتقول ده بتغتصب، هي دي لا بتعيش ولا بتموت. يعني دي الامل، لو فيها امل ان احنا نلحقها هنساعدها من بعيد لبعيد. بص يا كوكو، تعالى لي كده، تعالى لي كده، ما تطنحش. اي بنت تتلمس في مصر ما تجيبهاليش، ها؟ عشان ما في الاخر بنت كلب بعد ما بتتشهر وتختني تقول ان احنا اللي كنا بنشغلها في الدعارة، مش ان حكومتها هي اللي رمتها لنا. بعد ما ناخدها وننضفها ونأكلها ونشربها ونعلمها ونطورها ونعليها ونساعدها، في الاخر تقول ان الحكومة الاسرائيلية كانت بتشغلها في الدعارة. بعد ما ننضفها من الوساخة اللي المصريين بيعملوها فيها تيجي تقول ان احنا اللي وسخين. ماشي؟ اي واحدة تعمل علاقة مع راجل ما تجيليش، تمام؟ انا بقول لك اهو، واي بنت تغتصب هنساعدها من بعيد. ما تقولش الخبر لاي حد في الرجاله، تيجي تقول لنا الكلام ده بس سمعتني؟ مش عارف ممكن، بس هو مهما احاول بصراحه المصريين ما بيسكتوش. ليه؟ اصل هو بعد ما بيغتصبوا البت الموضوع بيتطور انهم ممكن يطلعوا الفيديو علنا على الفيسبوك بتاع مارك. هم عندهم علم ان مارك اسرائيلي. لا اله الا الله. وعارف كده مين اللي ماسك رئيس مخابرات مصر؟ مش عارف. هاتي التليفون. الو، بقول لك يا جيش مصر، لم تعبينك وعننا. انا اتخنقت منكم، والله اتخنقت منكم. بطلوا اتهامات باطله، بطلوا اتهامات باطله. فضايحكم كترت وكل شويه تلزقوها فينا. العيال الصغيره مقتنعه ان احنا الاشرار. ربع الاخبار بتاعتك لو اجتمعت معا تبهدل ربع الاخبار اللي عندنا. هل انا باللي عملته حماس فينا ده، هل انا قبل كده اخدت بنت عربيه قلعتها بنطلونها ومشيتها في الشارع بدمها سايح مغتصبه؟ هل احنا عملنا كده عشان حماس تعمل كده في بناتنا؟ وربنا ما هسكت، وهتشوفوا على الأسرى اللي هم اخدوه. سيادتك هم سيادتي ايه؟ انتوا في مصر بتدعموا حماس وبتدعموا فلسطين. حصل من باب الإنسانية سيادتك. احنا بينا وبين بعض معاهدة سلام، بس احنا بنتعاطف مع الفلسطينيين عشان زعلانين عليهم، لأن دي أرضهم
وانا بقول لك عايز يبقى لي ارض، ما انا سيادتك لو ما عملتش كده هتبقى في مشكله. كله الا الحريم. احنا رجاله نتخانق مع بعض ماشي. ايوه سيادتك، ما انت حاطط عندك حريم في الجيش، هل انا قلت لك ما تخشش ما تدخلش الحريم بتاعتك الجيش المصري؟ ما كفايه. هيلحقوا على ايه؟ على ايه ولا على ايه؟ هيخشوا الجيش ولا يلحقوا على طلبات رجالتك في الجنسيه اللي في مصر؟ رجالتك مش فاضيين يحاربوا، رجالتك فاضيين يغتصبوا في بنات ويرموها لي. انا مش طايقك ولا طايقكوا. حوشوا بناتكوا عني. مين سيادتك اللي كلمك؟ بنت اسمها خلود، وعلمك بقى انا هساعدها، ها، عشان تبقى عارف، بس هي مش هتعرف بالها وتاخد بالها. انا بقول لك اهو، ومن دلوقتي ويمين اللي هيجي جنب البنت دي اللي هتلاقي الصواريخ نازله على بص شبه ما صدام عامل فينا. اللي انت شايفه، اللي انت شايفه يا انكل افخاي، اللي انت شايفه عمله، اللي انت شايفه سيادتك عمله اهو. يلا اقفل السكه يا ابني، اقفل. اقفل الجلاطوني دول هيجيبوا لي جلطه.